يجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. إذا كان العرب حقيقة مخلصون وجادون وعازمون على أن يخلصوا وطنهم السليم فليتفضلوا وليثيروها صيحة واحدة وستكونون أنتم أول من يزور فلسطين في مقدمة. ونحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون، فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. نحن لسنا ممن يطلب الإعانات والحروب، ولسنا ممن يستنجي في سبيل بعض المسائل المادية الزائفة، ولكننا ندافع عن مبدأ ندين به بعد الله وبعد عقيدتنا الإسلامية بأن العرب يجب أن يدافعوا عن حقوقهم.